خناقه كل سنه، اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، فاضل 5 اسابيع، اقل من 6 اسابيع ورمضان ان شاء الله يكون على الابواب. وهتبتدي الخلافات من اول يوم رمضان، مش على الصلاه ولا الصيام ولا قيام الليل ولا الاعتكاف. هيبقى السوشيال ميديا كلها بالذات في الحته بتاعه الرياضه، نتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار. بص، من الاخر من الاخر، ده ليه مميزاته وعيوبه، وده ليه مميزاته وعيوبه. اتمرن اللي انت متعود عليه، مش متعود على ده ولا على دوت. عندك 5 اسابيع من دلوقتي، 5 اسابيع من اول بكره ان شاء الله. النهارده لحد اهوت، بكره الاثنين، من اول بكره ان شاء الله عندك 5 اسابيع تستعد ليه. ابتدي صيام اثنين وخميس ان شاء الله. ان شاء الله هبدا معاكم باذن المولى. باذن المولى انا بكره ان شاء الله هبتدي ارجع اكل صحي تاني. انا من ساعه البطوله فاتح بهبل مش باكل اكل صحي ولا حاسب سعرات حراريه ولا ماشي على اي نظام. ان شاء الله من بكره ان شاء الله راجع احترم نفسي شويه واكل، يعني حوالي مثلا 80% 90% من الاكل هيكون ان شاء الله محسوب. هبقى ماشي على الدايت كويس جدا. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يديني الصحه والعزيمه، الاثنين والخميس باذن المولى يرجعوا صيام تاني. ابتدي من دلوقتي، عندك 5 اسابيع تبتدي تصوم اثنين وخميس. ولو انت ما تعرفش التمرين بالنسبه لك انت انهم احسن، الصبح او بالليل او قبل الفطار او بعد الفطار، ابتدي من دلوقتي. شوف انهم واحد يناسبك انت ويناسب حياتك الشخصيه. انا واحد من الناس بحب اتمرن الصبح. في ناس كتير جدا تمرين الصبح او تمرين قبل الفطار غلط عليها، لازم تتمرن بعد الفطار. وفي ناس العكس، ما ينفعش تتمرن بعد الفطار، طبيعه شغلها طبيعه حياتها. انت الوحيد اللي تقدر تقرر. لازم من دلوقتي تتعود عليها. انت لو جيت اول يوم رمضان وتبتدي الخناقه، هيفوت عليك رمضان وهيفوت عليك التمرين، وهترجع بعد رمضان تقول ايه، انا لا خسيت ولا عرفت اظبط ولا عرفت اصلي، وكنت حاسس ان انا كسلان طول شهر رمضان. وبرضه حابب انبه، شهر رمضان مش للتمرين، شهر رمضان للعباده. يعني الحمد لله على كل شيء، وربنا نحمد ربنا على نعمه الستر. الواحد نفسه مقصر بس بيحاول ينصح نفسه وينصح غيره، مش بيعمل فيها شيء خالص. كل سنه وانتم طيبين. عندك 5 اسابيع تظبط فيها دايت بتاعك، تظبط فيها الصلاه بتاعتك، تظبط فيها وقت التمرين بتاعك. يلا، السلام عليكم شباب.